بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فكرة جديدة سهلة بسيطة إن شاء الله تعجبكم. بنجيب معانا زي طبقين بنفس الشكل ده. بنجيب معانا عازل فازلين، أو لو ما عندكش فازلين ممكن تجيب زيت أكل. ده وده بتبدأ تعزل، وطبعا بنحط عليه اللي هو ورق الاسترتش أو كيس. لو ما عندكش ورق استرتش ممكن تجيب أي كيس تعزله. بنجيب بعد كده اسمنت أبيض. اسمنت ابيض عليه 50 جرام غيرة، و50 جرام دهان بلاستيك. وظيفة الغيرة ان هو بيخلي المنتج بعد كده متماسك جدا. اما بالنسبة للبلاستيك فهو ما بيخلوش يشقق، يعني ما بيخلوش يفصل عن بعضه. تمام. بتبدأ تطريه خالص بحيث ان هو يكون سايل بنفس القوام ده. نجيب بعد كده فوطة، او فوطة قديمة مثلا، او اي قماشة قديمة عندك. يفضل ان هي تكون قماشة قطن بحيث ان هي تشرب اكتر فتكون متماسكة. تمام. بتبدأ بعد كده تفردها على الطبق اللي احنا عزلناه. انا عملنا الحاجة دي قبل كده اكتر من مرة، فتقريبا كله عرفها يعني. بعد كده بتجيب الباقي، باقي ال50 جرام غيره، 50 جرام اسمنت ابيض. بتبدأ تعمل قوام، بس قوام متماسك شوية عن التاني. تمام. ده الغيره اللي فاضل. بتبدأ تجيب اي حاجة غويطة زي ديت، وبتحطها في جوانتي ده جوانتي طبي بيتباع في الصيدليات، عشان الناس اللي بتسأل برضه. طبعا انت معاك 10 دقايق عبال ما بيشد في الجوانتي، او 10 دقايق. بتكون انت ظبطت، حبيت تفضي منه شوية، تزود شوية، بيبقى معاك مفيهاش اي مشكلة. ولكن مهم جدا ان هو بعد الجوانتي ما يبدأ يشد او يبدأ يتماسك، ما تحركش الصوابع خلاص عشان ما تتكسرش بعد كده. بتعمل كمان واحد بنفس الطريقة، تفضي منه شوية عشان يبقى زي التاني. طبعا انا متأسف على بشاعة المنظر، ولكن حضراتكم عارفين شغل الجبس او شغل الاسمنت بيبقى بيبهدل الدنيا يعني. بتبدأ بعد كده تثبته بأي حاجة تقيلة، والتاني برضو بتثبته بنفس الطريقة، عكسه. تمام. بتبدأ بعد كده بدبوس او بإبرة، بتفتح الجوانت ده والجوانت ده بحيث ان ده ينزل اسمنت على ده، بحيث ان هما يتماسكوا مع بعض اكتر. وبرضه هنعمل حاجة تانية دلوقتي هتخليهم متماسكين. طبعا حتى لو ما عملتش ده، بمجرد ان انت بتحط الاسمنت ده هو كله بيمسك في بعضه، ولكن زيادة تأكيد يعني. تمام. تبقى بعد كده تظبط القاعدة بتاعتك دي. انا عملت القاعدة دي، عملتها الاسمنت الابيض خلص فعملتها جبس، ما فيهاش اي مشكلة برضه. بتحط عندك شوية جبس على قد الطبق اللي معانا، الطبق الصغير ده. بتدرب بتطريها خالص، ده جبس بتخليه طري زي المية، وبتصبها في الطبق. بعد كده بتجيب مثلا السلك اللي هو سلك الرباط. ما عندكش سلك رباط ممكن دبوسة او ابرة قديمة، وبتدخلها في الجوانتي وبتدخلها في القاعدة بحيث ان هي تبقى ايه، تعمل دمج بين الاتنين والاتنين يمسكوا ببعض اكتر. بعد كده بتجيب اللي هي الشفاطة دي، او خلة او خلة اللي هي الشيش طاووق، بتحطها بحيث ان انت تعمل فتحة. وهتأكد عليها تاني دلوقتي. تبدأ بعد كده ان ايه تثبت القاعدة. تمام. بتثبت القاعدة بتاعتك، وبعد كده ايه لما بينشف معاك بتسيبه حوالي 12 ساعة، يعني هو بياخد 12 ساعة قبل ما بيشد معاك ويبقى متماسك جدا.
وتبدأ بعد كده تفك بقى الجوانتي من على الاسمنت الابيض. طبعا انا هوضح بعد كده بتجيب اللي هي صنفرة 320. دي برضو حاجة تانية بنستخدمها في نفس الفيديو. بتجيب كورة بتدغرها وبتجيب الخيط ده مش خيط كروشيه يا جماعة، ده خيط قطن. خيط الكروشيه ما ينفعش في الشغل ده خالص، عشان خيط الكروشيه ما بيشربش غيره. ده خيط قطن. البكرة ديت جملتها عاملة حوالي 7 جنيه. تمام. ودي كورة. الكورة دي عاملة 8 جنيه. طبعا بتستخدمها على طول مش بتبوظ. تبدأ تلف كده الخيط عليها بنفس الطريقة ديت، اتجاه واحد. بعد كده بتفك معانا الشكل اللي معانا ده. طبعا بيطلع معاك بكل بساطة. تمام. بعد كده ده الدهان اللي انا بستعمله، واللي هو النص لمعة. ده بلاستيك نص لمعة، بتدهن بيه المنتج كله او الشكل اللي معانا بتدهنه. بعد كده الفتحة اللي احنا سيبناها ديت بتوصل فيها سلك كهرباء 2 طرف، سلك كهرباء بتاع توصيل عادي. وبتبدأ تفرغ تعمل مجرى كده للسلك. تمام. تعمل مجرى على قد السلك بالظبط. هوضح يا جماعة بإذن الله في آخر الفيديو تستعملوا جبس امتى. ممكن تعملوا كله جبس، وممكن تستعملوا اسمنت ابيض امتى، تعملوا باسمنت ابيض ازاي كله. لان في حاجات ما تنفعش تتعمل بقى جبس، هتستخدمه في ايه. كل ده هوضحه في اخر الفيديو ان شاء الله. بتجيب دواية، بتركب الدواية. تركيبها سهل جدا. بتركب السلكين. طبعا ده اللي هو الفوم الفل ده لقيته عندي فحطيته هيدي شكل كويس. ودي اللي احنا عملناها. بتبدأ تطلع الكورة سهلة خالص يعني. بتفك خالص. ده أبيض مائي. بتبدأ تدهن القاعدة وتدهن الشكل. بعد كده ده الذهبي، ذهبي مائي برضه. بتدهن الشكل معانا. بتدهنه وشين أو 3 على حسب ما يملى معاكم يبقى شكله كويس. تمام. هيطلع معانا بنفس الشكل ده. بتبدأ بعد كده تركب الاكسسوارات. طبعا احنا قلنا قبل كده في الفيديوهات التانية الاكسسوارات دي بتيجي منين. بتيجي من ضرب البرابرة في في حارة اليهود، الجنب التاني من حارة اليهود، جنب كوبري المشاة. ده شارع اسمه حارة اسمها حارة المزين. ده بتلاقي فيها كل الاكسسوارات اللي تحتاجها. بتجيب منها الاكسسوارات كلها. وبتلاقي فيها برضو الخيط اللي احنا عملنا بيه الاباجورة. تمام. بتبدأ بعد كده تثبت الاكسسوارات بتاعتك كلها، وبكون معاك بنفس الشكل ده. اتمنى يا رب يكون عجبكم. طيب ده بالنسبة للشكل ده ممكن تعمله بجبس. لو هتستخدمه زي ايه، اباجورة. تمام. ولكن لو هتحط فيه زرع طبيعي، ما ينفعش جبس خالص، لانه هيطوله مية، والجبس عدو المية. يعني ما فيش اي حاجة عندك هيطولها مية تعملها بجبس نهائي، لان الجبس بيبوظ من المية على طول. لو هتستخدمها اباجورة مفيش مشكلة، اعملها بجبس، اعملها باسمنت ابيض، المتاح عندك اشتغل بيه، مفيهاش اي مشكلة ان شاء الله. وهبين لكم شكل تاني دلوقتي وهي فيها زرع، زرع صناعي. يا ريت ان شاء الله تعجبكم برضو. هيكون شكلها كويس باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وحضراتكم ما شفتش الافكار اللي قبل كده، يا ريت تشوفها، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان خاطر توصلك كل اشعارات باذن الله الفيديوهات الجديدة.
ما تنسوناش اللايك. ودي يا جماعة عشان الناس تبقى عارفة، دي مكلفة بالظبط حوالي 50 جنيه. فأنا عايز اخد رأيكم، دي تتباع مثلا ب150 أو ولا ب200؟ لأن في ناس بتستغل الحاجة دي، ومع مراعاة إن ده شغل يدوي، يعني ده شغل هاند ميد، مش منتج انت بتشتريه وتبيعه في المحل بتاعك وكده. لا، ده انت بتصنعه، يعني انت اللي بتعمل الحاجة. ففي ناس ممكن تقول لا كتير، وفي ناس تقول لا في المعقول، ممكن تقول الناس تقول رخيص. فيا ريت تسيبولنا في التعليقات ده المنتج ده من رأيك انت، مثلا لو هتشتريه بقد ايه. وده شكله هو برضو بالزرع الصناعي، او بالزرع اللي هو زرع الزينة ده. ممكن تستخدمها كده وتستخدمها كده، ما فيهاش اي مشكلة. سهلة وبسيطة خالص، وكلها حاجات في المتناول. ما تنسوناش اللايك والشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد بإذن الله. وتابعنا إن شاء الله في أفكار جميلة جدا جدا هننزلها قريب بإذن الله. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.